لو انت محبط من السكور بتاعك في الانجليش وحاسس ان انت دخلت اكتر من ترايل ومستواك ما بيتطورش، مستواك في الانجليش السكور بتاعك ما بيعلاش، فتعال اقول لك غالبا ايه سبب المشكلة اللي انت فيها وازاي تحلها في الترايل اللي جاي. اول حاجة غالبا سبب المشكلة ان انت بتجهز غلط. بتجهز غلط في 3 نواحي. اول حاجة ان انت مستعجل، انت اصلا مش متأسس صح من الاول. تاني حاجة ان انت مش منظم، مش بتذاكر بشكل منتظم وببلان واضحة انت عارف هتعمل فيها ايه بالظبط عشان تجهز صح الامتحان. ورقم 3، انت بتيأس بسرعة، بتزهق بسرعة، ما بتلتزمش بحفظ الكلمات، ما بتلتزمش بالمراجعة، ما بتلتزمش بالمذاكرة. وعشان نحل المشكلة دي انا عملت لك بلان كاملة من النهاردة لحد يوم الترايل اللي جاي. كل يوم محطوط فيها هتذاكر ايه، وايه الكلمات اللي هتحفظها، وهتحل ايه، وهتتفرج على انهي فيديو. البلان دي انا عاملها للطلاب بتوعي في الاكاديمي، ولكن اي حد من بره الاكاديمي يقدر يشترك معانا في البلان دي حتى لو مش هتخش الكورس نفسه. اكتب مهتم او سيب رقمك في رسالة وهنتواصل معاك بكل التفاصيل.